أهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناة مرجو مامز كورنر مع تيتا ميري والأكل الصحي. أول حاجة في الصيام عاملين المخلل وجايبين بقى شوية بصل حلوين وشوية توم، والباك ده بيحفظ التوم بعد ما تقشريه لفترة طويلة في التلاجة. دي معلومة كده على السريع. وبعد كده بقى النهاردة هنعمل أكلة خطيرة خطيرة في الجمال بأمانة ربنا، أكلة المطعم وأطعم كمان وحلوة قوي قوي. وعندنا كمان الشل ده اللي بيتحط فيه الأكل. أنا عاملهولك في القناة أهو، بطريقة بسيطة وسهلة جدا جدا بدون تخمير ولا أي حاجة. أوام هتعمليه ومش هياخد 10 دقايق منك، وبعد كده هتعملي الأكلة بتاعتنا خطيرة النهاردة. أول حاجة عندنا بطاطساية قشرناها كده بسرعة أوام أهو زي ما انت شايفين في الفيديو. ممكن بطاطستين 3، يعني مفيش مقدار محدد للبطاطس، يعني حسب الكمية اللي انت حباها. بس أنا البطاطساية الكبيرة دي قشرتها، وبعد ما قشرتها أهو قطعتها بالشكل ده، وهنقطعها مكعبات. طريقة سهلة حلوة قوي قوي، وأكلة جميلة بأمانة ربنا، طعمها حلو قوي قوي أهو. صيامية اقتصادية جميلة. وعندي بدنجانتين يا دوب أنا غسلاهم ومسحاهم، وبعد كده برضو هيتقطعوا نفس تقطيعة البطاطس أهو، برضو مكعبات كبيرة كده مش صغيرة بالشكل ده أهو. قطعنا البدنجانتين والبطاطساية، وحطينا البدنجان في المصفى عشان لو ما ينزل نقطة مية. ده بعد كده بنرش عليه رشة ملح طبعا، وهو أثناء ما هو في المصفى بنرش رشة الملح وبنسيبه إن هو يصفي نقطة المية اللي فيه. لكن البطاطس أهو ده الملح دوت جميل جدا جدا، حطيت رشة وهنسيبه بقى. وبعد كده قشرنا الثوم، وعندنا الفلفل مجهزينه، عندنا كزبرة خضراء، وعندنا طماطم وبصل، يعني جهزنا كل الحاجات بتاعتنا اهو. ودلوقتي بقى عندي الدقيق. الدقيق ده كوباية دقيق عليها نص كوباية نشا، عليها رشة كمون، رشة كزبرة. ما نحطش ملح لان احنا ما غسلناش البدنجان من الملح، فاحنا سايبينه بالملح بتاعه، يا دوب بننفضه نفض كده وبنحطه في الخلطة بتاعتنا اللي هي عبارة عن كوباية دقيق ونص كوباية نشا مع رشة كمون، رشة كزبرة، رشة بابريكا، رشة ماجي. بس هي الحاجات دي اللي بتتحط فيه. وبعد كده بعد ما عملته حطيته، دلوقتي جهزته وحطيته في الصينية. والبطاطس أنا بعد ما قطعتها حطيتها في مية، في البولة في المية، ودلوقتي نشلتها وقليتها هي الأول. وبعد ما قليت البطاطس دلوقتي بقى بنقلي البدنجان اللي حاطينه في الدقيق والنشا بالخلطة الجميلة أهو بالشكل ده، بيحمر يعني حاجة خطيرة في الجمال أهو. طلعناه كده على الشبكة بيقعد ناشف جميل. ودلوقتي بقى قطعنا البصلة، ما بشرتهاش، أنا بحب أقطعها للصلصة. قطعت البصلة ويدوب اصفرت، ما حمرناهاش، يدوب بقت صفرة كده. كنت مقطعة 3-4 فصوص توم ورحت حطاهم عليها. وبعد كده عندي طماطمتين 3 قطعتهم ورحت برضو حطاهم على البصل بالتوم، وقلبتهم كده لغاية ما الطماطماية تدبل في البصل والتوم بالشكل ده اهو. وبعد كده بقى حطيت البطاطس وحطيت البدنجان بالشكل دوت اهو. يعني أكلة بأمانة ربنا خطيرة خطيرة في الجمال. وقلبته بتقليبة كده، وبعد كده رشينا على الوش رشة كزبرة، ورشة رشة كزبرة خضراء، رشة بقدونس اللي موجود عندك، يعني حاجة خضراء اهو. وبعد كده جبنا الشل اللي احنا عاملينه في الفيديو، هتلاقيه في المعجنات عندك. مش هتاخدي 10 دقايق بأمانة ربنا فيها، أوام. وحتى لو ما عندكيش القالب دوت الوردة، ممكن على أي يعني طبق يكون ألمونيا ممكن تعمليها وتديها برضو رسمة بالشكل ده اهو. وبعد كده هنحشيه، بس مش بنحشي وبنركنها، لأ، بتمليها وقت الأكل، على أساس طبعا دي زي البسكوتاية الرقيقة خفيفة خالص، بتحشيها وقت ما بتجي تقدمي الأكل. وبألف هنا، واستنيني في أكلة جديدة صيامي.